كائن غريب ومخيف بيظهر في مدرسة ثانوي في كوريا. الطلاب بيصرخوا ويجروا هم مرعوبين، لكن شيم وسو بيقفوا قدامه من غير أي خوف ومعاهم أسلحة سحرية. الكائن بيهجم عليهم ويوقعهم على الأرض. شيم بتفتكر كلمات جدتها لما قالت لها إذا البنت قدرت تعيش لحد عيد ميلادها ال 18 فهي هتعيش حياة طويلة وسعيدة، وبتسأل نفسها هل هتقدر تعيش السنة ديت؟ بنرجع فلاش باك من 10 سنين. شيم ماشية مع جدتها والست الكبيرة لاحظت إن في شاب واقف على السطح بيعمل حركات غريبة. الست الكبيرة بتجري تطلع المبنى وشيم بتروح وراها بسرعة. الولد على السطح فاق ومش فاهم هو فيه ايه وايه اللي خلاه يطلع فوق. الولد في الشارع شافته وبتقول له يرجع، لكن الولد فجأة بيتحول وعينه بتنور. بيقول لها وهو بيضحك انه هينهي كل حاجة. الست العجوزة تعبت من طلوع السلالم فبتقول لشيم كلمات التعويذة اللي هتنقذ الولد وعايزاه تطلع تلحقه عشان تمنع الكائن من انه يلبسه. شيم طلعت السطح والكائن بيضحك عليها. بيعرف شيم لو كان عندها 18 سنة كان قتلها فورا. شيم بتقول التعويذة لكن ما بتعملش اي تأثير عليه لان طاقة شيم ضعيفة بالنسبة للكائن. الكائن بيوعد شيم انه هيشوفها تاني لما تكبر وبينهي حياة الولد. الاسعاف بتيجي تشيله من الارض والكائن اللي لابسه بيطلع منه ومحدش شايفه. الكائن بيتحول لكرة طاقة والست العجوزة بتواجهه. بيعرفها لو سابته في حاله ويقتل الناس براحته هيخليها غنية، لكن الست العجوزة مش مهتمة بالعرض بتاعه وبتطلع كيس سحري من جيبها وبتجبره يدخل الكيس عشان يتسجن فيه. الست العجوزة بتشوف قدامها روح الولد اللي مات من شوية، لكن في شخص جه من وراها وضربها بسكينة في صدرها. شيم كانت لسه نازلة وبتشوف جدتها بتموت قدامها. الست العجوزة بتحذر شيم انها تاخد بالها وتحمي نفسها من الارواح الشريرة. روح الست العجوزة بتمسك ايد الولد اللي مات وبيروحوا لعالم تاني، وشيم بتعيط وحزينة على جدتها. بعد سنين كتير شيم بتروح تزور قبر جدتها وبيقرب منها شبح ميت وهي مش متفاجئة. بتحاول تتعايش مع اللي بيحصل ومش بتقول لحد على اي حاجة بخصوص ارواح الاموات وانهم دايما بيظهروا لها. امها بتشتغل الناس وانها عرافة وتقدر تتواصل مع الموتى، وبتحاول تقنع بنتها تشتغل معاها لان شيم اقوى منها وبتقدر تسيطر على الارواح بسهولة. لكن شيم مش عاجبها كده ومش مهتمة. وفي يوم امها بتكلم روح شريرة لابسة جسم ولد لكن ما قدرتش تسيطر عليه. شيم بتتدخل عشان تنقذ امها وقدرت بتعوذتها القوية تتحكم فيه وتطلعه من جسم الولد. شيم بتعرف ان امها هي اللي بتخلي الارواح تلبس المراهقين الاغنياء عشان تستغل اهلهم ويدفعوا لها فلوس، فبتقرر تروح لمدرسة بعيدة وتبعد عن الحوارات بتاعتها. شيم اول ما وصلت للمدرسة الجديدة بركاتها بتحل على المكان وبتحصل مشكلة. ولد بيقع من فوق سطح المدرسة والعيال بيجروا يشوفوا اللي حصل، وبنشوف شاب اسمه سو بيبص لشيم باستغراب واعجاب. شيم بتبقى من اشطر الطلاب في المدرسة، واحدة من الطلاب بتكلمها وبتحذرها ان المدرسة فيها حاجة غريبة، اي حد بيجيب درجات قليلة بيموت بحادثة، والموضوع ده اتكرر كتير. مدير المدرسة بيكلم المدرسين وبيأمرهم يقولوا ان الولد اللي مات عنده مشاكل مع اهله وده علشان سمعة المدرسة ما تتأثرش. مدير المدرسة بيحس ان في حد بيراقبه وبيشطب اسماء الطلاب اللي ماتوا. شيم بترجع البيت وبتقول لأمها على اللي حصل في المدرسة. أمها بيكون عندها فضول وبتوصل لرقم تليفون الولد اللي مات عشان تطلع بأي مصلحة من وراه. شيم بتتمنى ان محدش في المدرسة يعرف قدراتها، لكن اهل سو بيعرفون ان البنت الجديدة امها بتشتغل عرافة. سو مش مصدق كلام اهله ومفكر انهم باعتينها وراه عشان تتجسس عليه، وبينتشر اشاعة عن شيم انها كانت تعرف الولد اللي مات. بتحس انها مش مرتاحة في القعدة، وسو كمان راح لها وسألها على حاجات غريبة. شيم جابت اخرها منهم وعايزة تمشي من المدرسة، لكن بتلاقي فجأة روح جدتها في جسد شخص وبتحضنها في الفصل والعيال بيضحكوا. في نفس الوقت مخزن المدرسة في شيء غريب بيحاول يهرب، وكان ملفوف حوالين الباب رموز سحرية. العيال بيسخروا من سو بسبب الحضن وهو مش عارف عمل ليه كده اصلا. بيروح يكلم شيم على اللي حصل، لكن روح الست العجوزة بتتجسد جواه تاني وبتعرفها ان في روح شريرة في المدرسة، والروح دي مسؤولة عن موت المراهقين. وفجأة تظهر روح الكائن الشرير في المكان وسو بيقع على الارض. سو بيصحى في المستشفى وبيكتشف انه يقدر يشوف الارواح. شيم بتحاول تهديه لكن هو مقتنع ان هي السبب في اللي بيشوفه. مدير المدرسة بيراقب شيم وكان ماسك في ايده كيس سحري وبيقول للكائن انه ما يقدرش يأذي غير الطلاب الفشلة في المدرسة وبس. سو بيرجع البيت وبيلاقي الارواح لسه موجودة وبيخاف جدا. سو بيكلم صاحبه نيم وبيحكي له على كل اللي شافه النهارده، لكن صاحبه بيضحك عليه واكيد انت مهيس يعني. سو بيروح يكلم شيم ومستعد يديها الفلوس اللي عايزاها مقابل انه يرجع طبيعي، لكن شيم بتوريله العالم التاني اللي لازم يتعايش معاه. بيفتح عينه على جروب الاموات كتير، بيترعب من اللي شافه ويطلع يجري. بيحاول يقنع نفسه ان ده حلم، لكن بيشوف الاتوبيس عفاريت برضه ومش عارف يروح فين. في واحد بيعرف المدير انه هيكون في حملات تفتيش للمدرسة عشان اللي بيحصل فيها، وهو مش عاجبه كده.
شم بتكتشف ان امها بتتواصل مع اهل سو عشان تعالجه، فبتروح معاها. ام سو بتجري عليها وهي بتعيط ان ابنها اتجن وبيصوت طول الليل وبيجري ورا حاجه محدش شايفها. شم بتطلب من امه تطلع من الاوضه وبتقدر تبعد الارواح، وبتديله رسمه فيها رموز وتعاويذ هتحمي الاوضه من اي ارواح وانها تجيله. الولد قدر يلم نفسه وبينزل يقول لامه ان كل حاجه تمام وكله بفضل شم. شم وسو بيروحوا كافيتيريا مع صاحبه نم، وبتعرف ان نم ابوه مات. روح ابو نم بيوصيها عليه وتحاول تقنعه يشد حيله في المذاكره وتحميه. تاني يوم بيكون في امتحان، شم بتحاول تركز في امتحانها لكن كمان لازم تنتبه لنم عشان يحل كويس. سو قاعد في البيت وكان عنده فضول يتكلم مع روح الناس اللي ماتوا، فبيطبق الورقه وبيسمح لهم يروحوا له. بيتكلم معاهم وازاي ماتوا. سو بيقول لهم ان هو بيحب شم لكن محدش فيهم قدر يفيده بحاجه. بنت بتتكلم مع شم وبتطلب منها تبعد عن سو ومش عايزه يكون ليها تأثير عليه وبتهددها. وهي رايحه مدرسه، شم بتفتكر اول يوم ليها والمأساة اللي حصلت وحست ان في روح كائن شرير موجود، وعشان تحمي صحابها شم بتحذر سو ان في حاجه غريبه في المدرسه. المدرس جاي يقول لهم نتيجه الاختبار، وبالرغم ان نم حاول يعمل افضل ما عنده لكن نتيجته كانت هي الأسوأ. سو بتنرفز من صاحبه وبيتعارك معاه لكن بيقرر انه هيدافع عن صاحبه مهما حصل. مدير المدرسة بينزل المخزن وبيفتح القفل السحري للباب، وفجأة بيظهر دخان اسود عندهم. سو بس هو اللي كان قادر يشوفه. شم بتلاحظ ان سو ونم مش في الفصل، فبتنزل تشوف في ايه وبتشوف الروح الشريرة. شم وسو بيحموا نم من كل النواحي وبتقول لهم يجروا. العيال جروا بسرعة يستخبوا. سو بيلاقي الروح قدامه وبيحاول ينقذ صاحبه لكن الروح بتلبس جسد راجل تاني وبتغفلهم وتهجم عليهم. سو بيحاول يوقفه بتعويذه لكن هو ضعيف قدامه. الكائن ماسكهم بيخنقهم، وشم وصلت ومعاها اصحابها من الاشباح بيمسكوه يكتفوه، وشم بتاخد العيال ويطلعوا يجروا. شم بتقول لهم اصل وبدايه القصه من اول اليوم اللي قبل 10 سنين، وبتفهمهم ان في حد في المدرسه مسؤول عن الناس اللي بتموت وعايز الطلاب يخافوا علشان يذاكروا ويبقوا ضحيحه بدل ما يموتوا. الكائن واقف بره البيت مستنيهم يطلعوا ومش قادر يدخل لان في تعويذه كبيره حوالين المكان. المدير بيجي وبيرجعه للكيس ويخطط انه يقتله بعدين بدل ما الموضوع يكبر ويتكشف، لان في شبح تبع شم بيراقب المدير. نم مش مصدق اي كلام قالوه لكن شم بتقدر تقنعه لما قالت له كذا قصه محدش يعرفها غيره هو وابوه. ام سو بتروح لهم البيت وهي متعصبه جدا ومقتنعه ان شم وامها هم السبب في اللي بيحصل للولد. وسو بيجري يلحق صاحبه دم لكن الكائن وصل قبله. سو بيبلغ شم على اللي حصل وهي بتجهز الادوات السحريه عشان تنقذ روح نم، وسو بيبلغها ان هو راح المدرسه وبيتفقوا يلحقوه هناك. نم كان وصل وبيتسلق لفوق. العيال بيحاولوا يوقفوه وبيلاقوا روح الكائن بتطلع من جسمه لكن دي كانت خدعه منه، وبيغفلهم وضربهم وراح نط من الشباك ووقع. صحابه بيحاولوا يساعدوه لكن مش عارفين يعملوا ايه. فواحد من الاشباح بيقول لشم فكره انه يلبس جسم الولد ويتحرك بيه للمستشفى بسرعه. الدكتور بيحاول ينقذه وسو بيقولها ما تستسلمش ولازم ننقذ باقي الطلاب عشان محدش يتأذى تاني. المدير بيشوف اثر الحادثه لكن هو مستغرب ان جسم الولد مش موجود. المدير بيلاقي واحد من المدرسين لكن بيتفاجئ ان الكائن لبسه وبيهجم على المدير عشان محدش يتحكم فيه تاني. المدير على اخر لحظه قدر يتحكم في الكائن ودخله جوه الكيس. ام سو بتروح المدرسه وبتقنع المدير ان هم يطردوا شم، وسو بيدافع عنها. ام شم بتروح المدرسه وهي مستعجله عشان بنتها ما تتطردش. اول ما دخلت الباب بتحس بحاجه غريبه وكان معاها اجراس سحريه. الاجراس بتتحرك وتعمل صوت، فبتعرف ان في اشباح في المكان. بتروح ناحيه المصدر لكن بتكون ضعيفه قصاده وبتطلع تجري وهي خايفه. المدير بيكلم شم بيوعدها ان هو هيحميها وبيجيب سيره الاشباح، مع ان البنت ما اتكلمتش في الموضوع ده وفهمت ان المدير مخبي حاجه وبيحاول يخوفها. بيهددها بورقه الدرجات لصاحبتها وانه هيطلعها افشل واحده في المدرسه. شم بتشوف البنت عند الاتوبيس والبنت خايفه جدا بسبب درجاتها لكن شم بتطمنها. شم بترجع للبيت وبتلاقي امها مستخبيه ومرعوبه، بتعرفها ان المدرسه ما فيهاش روح شريره بس، لا ده في شيء مرعب تحت في المخزن. سو بيقرر يستكشف المكان تحت وبيلاقي ارواح كل المراهقين اللي ماتوا ومن ضمنهم صاحبه نم. سو بيصحى مخضوض في الفصل وبيعرف انه كان نايم. بيبص على شم لكن ما لقاهاش. في نفس الوقت شم كانت فعلا بتستكشف المكان تحت وبتسمع في راسها اصوات كتير. شم اغمى عليها لكن سو كان نزل ولحقها، وبيعرفوا ان مفيش حل تاني غير انهم يواجهوا روح الكائن الموجوده تحت. العيال راحوا قالوا للمدرس بتاعهم عن اللي موجود في المخزن، بيقترح عليهم يتسحبوا بالليل المكان ويستكشفوه. في نفس الوقت كان في بنات من الفصل بيتنصتوا عليهم. شم كانت مستعدة. واحد من الأشباح اللي تبع شم بيشوف صورة قديمة للمدير متعلقة وبيعرف إن هو نفس الشخص اللي غفل جدة شم وقتلها من 10 سنين. العيال وصلوا مخزن المدرسة، دخلوا جوه مع المدرس ولقوا فصل كامل من أرواح العيال اللي ماتوا. لكن فجأة
الكائن بيلبس المدرس والشبح صاحب شم بيظهر بيعرفها ان المدير هو اللي قتل جدتها، وفجأة الكائن بيخترق جسد الشبح وبيختفوا. سو بيقول لشم لازم ما نستعجلش ونعمل خطة كويسة ضد المدير. الطلاب بيعرفوا ان في اختبار وكل اللي في الفصل خايفين من اللي هيحصل، والبنت مرعوبة جدا. شم كانت عارفة ان البنت هي اللي هتموت، فبتقرر تبدل ورقة الامتحان معاها وتواجه روح الكائن لوحدها. لكن سو بيعرف اللي هتعمله، فبيقرر هو كمان يعك في ورقة الامتحان ويبقى هو افشل واحد. مدير المدرسة بيعرف النتيجة وبيحاول يمنع الكائن يروح يقتل سو، لأن الولد أهله مهمين وخايف يراجع وراه. الكائن كان أقوى بكتير وبيطلع يروح لسو. شم بتدي لسو هدوم مكتوب فيها تعاويذ قوية، والبنت اللي شم أنقذتها بتقرر تساعدهم، فبيعملوا خطة إنهم يعملوا كماشة على الكائن ويحاصروه من الناحيتين ويقتلوه بالفاس السحري. لكن الصدمة هنا إن الكائن بقى أقوى بكتير والتعويذ ما بتأثرش فيه، وعمل عليهم كرة دخان حبسهم فيها. العيال بيتخانقوا وبيموتوا خلاص، لكن أول ما مسكوا إيد بعض الطاقة الإيجابية عندهم بقت قوية جدا وصرفت كرة الدخان عنهم. مدير المدرسة بيظهر فجأة عايز يقتل شم بعد ما بوظت خطته، لكن هو بيفقد توازنه وبيقع من السلالم. المدير بيبرر افعاله انه عايز المدرسه بتاعته تكون احسن مدرسه في البلد، وانه بالفعل نجح في كده. في نفس الوقت روح الكائن لبست واحده من البنات والبنت اللي معاها بتصرخ. شم وسو جروا بسرعه للسطح يلحقوها، لكن طلع ده فخ من الكائن، واول ما سو مسك ايد البنت الكائن اتنقل له. شم بتحاول تاثر على سو ما يستسلمش، وروح جدتها ظهرت عشان تساعدهم. شم قدرت تحبس روح الكائن في كيس سحري وبتقرر تقتله نهائيا، وبتضرب الفاس السحري على الكيس. جدة شم بتقول لها ان هي خلصت مهمتها وعشان روحها ترتاح بتقرر تودع شم وتروح العالم التاني مع ارواح الطلاب اللي ماتوا. الشبح اللي اختفى بيظهر لهم وبيودعهم لانه هيروح هو كمان، والبنت بتشكر شم انها انقذتها وخلاص ما بقتش تخاف انها تكون افشل واحده في الفصل. المدير بيقوم لكن بيكتشف ان هو مات ودي روحه، والمدرسه بترجع لطبيعتها وبيعملوا تذكار لارواح الناس اللي ماتوا. نيم صاحبهم روحه بترجع له وبيبدأ يتحسن. شم وسوبا عندهم قدرات أقوى وبيقرروا يكملوا المشوار سوا.